صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى باب حد الزنا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار ومحمد بن الصباح أنهم قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل رضي الله عنهم أنه قالوا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال خصمه وكان أفقه منه اقض بيننا بكتاب الله وأذل حتى أقول قال إن ابني كان عسيفا على هذا وإنه زنا بامرأته فافتديت منه ب100 شاة وخادم فسألت رجالا من أهل العلم فأخبرت أن على ابن جلد 100 وتغرب عام وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله 100 شاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد 100 وتغرب عام واغض يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. عندي سو እንግዲህ አባቱን ትቶ አባትየውም ሀብታም ነበረ። ሌላ ሰው ተቀጥሯል ሌላ ቤት ተመቀጠሩ ደግሞ የዛን ሰው የተቀጠረበትን ሰው ሚስት ሲያባልግ እንግዲህ እንትን ተብሏል። በኋላ የያዘው ጊዜ ገላለሁ ሲለው እባክህ ተማጠነ ይኸው አባት መቼም ሄዶ ሲያበቃ እንግዲያስ ፍየሎችና እንትኖች ባሪያ ምናምን 100 ፍየልና እንዲሁም ደግሞ አንዲት ባሪያ ፈልጋለሁ አለ ሰጠ። በኋላ እውቀት ያላቸውን ሰዎች ሲጠይቅ ጊዜና ረሄ አንተ ልጅ ሙህሶን አይደለም ያው አንድ አመት ይርቃል ተገርፎ 100 ግርፋት ይገረፍና ታገር ይባረራል። አመት እንግዲህ እንተ ተቀውቶ ይመለሳል። ይሄው ነው የምትረጀመው ሰውዬ ሚስት ናት። መልክንስ ፍየሎች ይመለሱልሃል ወደ ነብያችን ሲሉ ወደ ነብያችን ተጓተተ ነገሩና ሄዱ። እሱ ያ ረሱላህ መርሐባ احكم بكتاب الله الرسول عليه الصلاة والسلام بكتاب الله አይደለም ፈቃድ ማልጠየቀ ቀርሞ በኋላ የዚህ ሰውዬ ልጅን የሚስቴና ባልጎብኝ ከተው ከዛለ አያ በሰማህ መልስ ሲሉት ጊዜ ነው እውነት ነው አባልጓል። እንግዲህ እሱ እንደሚለው ነው። እኔ መቼም እንግዲህ በፊት ይሄን ያህል ሰጥቼ ነበር አህለ ዕልሞችን ስጠይቅ ንብረቶች ይመለሱልሃል ረጅም የለበት ልጅ ብለው መጡ። አላሁ ወዲያምቱ መጣሁኝ ያላቸው እኔ መቼም የምፈርደው በአላህ ኪታብ ነው አሉሃ አካርጓቸዋል አይደለም አካርጓቸዋል። በኋላ አፍቀሁም የተባለበት ይሄ ነው እኮ እና ፈቀዱልኝ ነው እኮ ያለው። ፈቀዱልኝ ልናገር ይቅርታ ጠየቃቸው። መጀመሪያ የሚገባውም ይሄ ነው። እና ታዲያ አንተኛው ባሪያ ፍየሎችህና ባሪያዎችህ ይመለሱልሃል። እንግዲህ ረጅም ያለበት ያንተ በአንተ ልጅ ላይ 100 ግርፋት ተገርፎ 1 አመት ወደ ሌላ ሀገር ይርቃል። ሌላ የለውም። ረጅም ያለባት ሰውዬ ሚስት ናት። እኔ ተረፈት አሉ። ኡነይስ የሚባል ሷሃቢ ያለና ወከሉት ነብያችን ይሄና ኢለምራአቲ هذا ان اعترم فرجمها يعني اعترفت فرجمها የኛው ብድግ ብሎ ሄደና ሲጠይቃት አሁን አለች ቶሎ ብሎ ረጅም አርጎ አዳፍኖ መጣ ማለት ነው። በዚህ ነገር كل شرط ليست في كتاب الله تعالى من فهي باطلة وإن كانت 100 شرط. قال هشام رحمه الله فغدا عليها فاعترفت فرجمها. حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد 100 وتغرب سنة والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. باب من وقع على جارية امرأته. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن حبيب بن سالم قال أتي النعمان بن بشير رضي الله عنهما برجل غشي جارية امرأته فقال لا أقضي فيها إلا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كانت أحلتها له جلدته 100 وإن لم تكن أذنت له رجمته. እንግዲህ እሳቸው አስተያየታቸው ነው።
ሴትዮቱ የባለቤቱ ልጅ ባሪያ ናት ማለት ነው። በባለቤቱ ባሪያ ላይ ባልጎዱ ሰውየው መቼም እንግዲህ አስተያየት ነውና ሴቱ ፈቅድ ያለት ሆነ ያው ይገረፋል ነው። አልፈቀደችለት ሆነሳ እሱኛው መረጀም አለበት ነው የሚሉት። አያስቲ እንግዲህ ሙህሰን ባሪያ ነው አይደል? ባሪያና ባሪያ መረጀሙ የባሪያ መረጀም አጓጉል ነው። ልቅንስ ሐድ ያለባቸው ሐዱ ምንድነው? ማዱን القتل የሆነ ነገር ሐድ ያለባቸው በሉ ሀያ ከብት ማይ ከብት ዝናብ በሉ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن هشام بن حسان عن الحسن عن سلمة بن المحبك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه رجل وطئ جارية امرأته فلم يحده. باب الرجم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح أنهما قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل ما أجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة من فرائض الله ألا وإن الرجم حق إذا أحسن الرجل وقامت البينة أو كان حمل أو اعتراف وقد قرأتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. يا وانجلي جزء رزم على جزينا مچم سوون كده في كتاب الله رجم اللم أمير سوچ نور الله بيه فر الله يالله النا تاريخنا بنبياتين جزينا عليه الصلاة والسلام استهون مع أبو بكر استهون مدرسة ያው ረጅም ያካህን ነው አሉ ባይሆን ረጅም ሲደረግ ምንድነው ሙህሰን ቢኒካህን ሶሂህ ናግብቶ የሚያቅተ ሆነ ይረጀማል። ቁርአንም ወርዶ ነበር ሼኹ ወሼኸቱ ኢዛ ዘና ፈርጁሙሁማ ሚል ነበር። በኋላ ተነስኾ ነው እንጂ እና ምን ነስኽ ይሄ እኮ ሐጅ የሚባለው ነገር አንደኛ ተጥሂር ነው። ለተጥሂር እኮ